السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديال تشيز كيك بالرمان. كيجي رائع لذيذ وسهل ومبسط جدا جدا نحضروه في البيوت ديالنا لانه فعلا فكره رائعه. بالنسبه كالطبقه الاولى غادي نستعملوا بطبيعه الحال البسكوي. هنا عندي 300 غرام ديال البسكوي، اي بسكوي متوفر عندكم في البيت استعملوه. درت معاه كاس ديال السكر كلاصي، بغيتو ديروا اقل او لا اكثر على حسب الحلاوه اللي كتفضلوا، وكاس ديال الزبده مذوبه. الا بغيتو تزيدوا تغنيو هاد الطبقه هذه ممكن تضيفوا معاها 100 غرام ديال بودره اللوز. حنا غادي نحتفظوا بطريقه بحال هكا قاعده. الاضافات كتبقى بالاختيار ديال كل واحد على حسب اللي متوفر عنده في المطبخ. هنايا حضرت المول اللي غادي نخدم به الحلوه ديالي. اللي مهم هو اننا خصنا نغلفوه من التحت بالبابي ديال الفران، وايضا يكون كيتحل من الجناب باش تجينا سهله اننا نحطوا او نقدموا الحلوه ديالنا. غادي نضغط على البسكوي من بعد ما خلطت مزيان الزبده والسكر ودمجتهم حتى ترمل مزيان. غادي نحاول نضغط عليه بالظهر ديال المعلقه باش نتاكد انني يعني دكستو كيف ما غادي نقولوا بالدارجه المغربيه، يعني تدكس مزيان وتضغط مزيان باش ملي نكون كنقدم الحلوه ديالي ما يتفرتتش نهائيا. غادي نوضع المول في الثلاجه وغادي نمروا مباشره نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه فيها بزاف ديال الاختيارات. اليوم الاختيار ديالي قلت انني نستعمل الكريمه السائله او البانا، هذه كيكون فيها ديجا السكر. غادي نحاول نخدمها نص ديال الخدمه، وغادي نغنيها ببعض الاضافات اللي غادي تعطيها الذوق المذاق، وايضا تعطيها يعني الصفه ديال انها تكون تشيز يعني فرماج. هذا كيعني بانها خاصها تكون كتوفر على ماده الجبن. هنايا باش نسمها ونعطيها ايضا واحد المذاق غني غادي نوضع معها يوغورت ديال الفريز. الا توفر عندكم بالنكهه ديال الرمان يستحسن، الا ما كانش راه ممكن تستعملوا حتى المذاق ديال الفاني او اليوغورت الطبيعي الابيض بدون منكهات. على اي هذا غير باش كنغنيو الكريمه وكنعطيو هذاك الملمس ديال اليوغورت كيجي لذيذ. غادي نضيف 5 ديال الفرماجات مثلثين او لا مربعين اللي توفر. ممكن ايضا نستعملوا جبنه فيلادلفيا، الجبنه الكريميه، نديروا 5 ديال المعلقات. ممكن ايضا نستعملوا جبنه الماسكاربون. على اي نوع من انواع ديال هاد الاجبان هذه كيجي رائع وكيجي لذيذ بزاف في هاد الكريمه هذه. غادي نستمر بالخلط وغادي نستمر هكا بالتحريك او نطلع يعني الكريمه ديالي حتى نشوفها نحس بالقوام ديالها بدات يوقف. دابا غادي نضيف معها 150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء، ذوبتها في حمام مريم وضعت النصف ديال الكميه حتى نخلطها، يعني باش ندخل داك الشوكولاط بشويه بشويه على الكريمه. دابا غادي نوضع النصف الثاني. هذا هو السر اللي كيخلي الكريمه انها كتبقى واقفه، يعني ما كتبقاش جاريه في الوقت اللي كنقدموا الطبق ديالنا. الخاصيه اللي خصها تكون في التشيز كيك هي ان خاص ملي نقطعوا الحصه او لا المورسو اللي غادي يتحط ما خصش يكون يعني الطبقات مخلطه مع بعضيها، خصها تكون واقفه وشاده بلاصتها، كل حاجه تكون شاده الطبقه ديالها مزيان. هنايا من بعد ما وجدت لي الكريمه كتشوفوا راه بدات كتعقد وبدات كتشد القوام ديالها، يعني كتقسح. غادي نديرها فوق البسكوي اللي كنت حطيت في الثلاجه باش يشد راسو واحد شويه. هنايا وضعت نص ديال الكميه ديال الكريمه باش ندير في الوسط ديالها شويه ديال الرمان. هاد الحاجه كتبقى اختياريه، بغيتو ديروا الكريمه كلها او لا بغيتو تخلطوا الرمان في الكريمه ملي كنتو كتخلطوا. على اي هادو افكار كنشاركها معكم، نتوما تقدروا تطوروها او تقدروا تزيدوا فيها بالابداعات ديالكم الخاصه. غادي نحاول نملس هنايا الوجه ديال الكريمه، ثم غادي نوضع الرمان. هنايا بالنسبه للرمان في هذه الحلوه هذه استعملت 2 رمانات، خديت واحد الكميه قليله دابا باش فرقت بها الكريمه من الوسط باش ملي تنقطعوا تلقاو دوك النقط حمراء كيجيو رائعين عن جد. تشيز كيك راقي بزاف، يعني ما ترددوش انكم توجدوه في البيت ديالكم. الاكيد ان وليداتكم غيفرحوا به، خصوصا بحال الناس اللي ما تيقدروش يقنعوا ولادهم انهم يعني ياخذوا الرمان او لا ياكلوا الرمان. هذه الطريقه هذه غادي يستافدوا منه. هذه الطبقه الثانيه من بعد ما قديتها يعني غنحاول نعطيها واحد المستوى واحد، ما تكونش يعني جنب طالع وجنب هابط. نحاول نقد لها الوجه ونديرها في الثلاجه في انتظار انني نوجد الطبقه الثالثه. غادي ناخذ واحد المقله وغادي نوضع فيها كاس كبير ديال السكر سنيده.
وغادي ندير 2 كيسان ديال الرمان. هنايا قلت لكم 2 الرمانات باش خدمت الحلوه كامله، يعني كنت خديت الحصه اللي درت في الوسط، ودابا درت هنايا 2 كيسان اللي بقاو ليا في المقله باش نعسلو الرمان. غادي ندير قطرات ديال نص حامضه غير القياس صافي، وغادي نخلي هاد الرمان يتعسل على خاطرو، ما تجهدوش البوطه باش السكر ما يتحرقش، يعني غير يتكراميليزا. ما غادي نضيف لا ما لا والو، غادي تشوفوا بان الرمان تيطلق الماء ديالو، وايضا السكر كيتطلق وكيعطينا واحد السيرو كيجي هائل 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 جدا. انتم تبعوا معايا الطريقه، راه غادي تبان واضحه بطبيعه الحال على الصوره. هنا بدا السكر بدا كيذوب، وغادي نستناو عليه حتى نوصلوه لدرجه الغليان، يعني باش ما يفوتش فيه الطياب بزاف. كيف كتشوفوا بحال ما هكا ملي تيدير هاد الفقاعات تيكونوا باقيين شفافين، يعني نحاولوا نقصوا البطاء على اخرها. خديت 4 ديال الاوراق ديال الجيلاتين درتهم في الماء البارد، وغادي نضيفهم مباشره من بعد ما انتهيت من التعسال ديال الرمان. هنا ممكن نستغناو على اوراق الجيلاتين ونديرو الفلون ديال درهم الا كان متوفر عندكم تيوفي بالغرض، لان الهدف ديالنا هو ان ديك الطبقه ديال الرمان تبقى واقفه وشاده راسها، يعني خصها شي حاجه اللي تشد، يعني تشبرها وتخليها جامده. هنايا وضعت الجيلاتين، ممكن نوضعوا الفلون ديال الدرهم كيف قلت لكم انا ما توفرش عندي. غادي نخليو داك الرمان المعسل اولا داك السيرو ديال الرمان بالسكر حتى كيدفى واحد شويه، يعني ما نحطوهش مباشره على الحلوه وهو سخون باش ما نخسروش الشكل ديال الكريمه. صافي دابا هذه هي المرحله الاخيره، غادي نحطوه في الثلاجه، يعني ما نديروش في الفريزر، نديروه غير في الثلاجه لتحت، ونخليوه تقريبا 3 ديال السوايع حتى كيشد راسو، باش ما خلينا هاد الحلوه في الثلاجه كتشد راسها كتطلع احسن. كيف كتشوفوا النتيجه كتجي رائعه، كل طبقه كاينه في بلاصتها، والمنظر كيجي غزال كيشهي عن جد عن جد عن جد. حلوه راقيه، ممكن نستعملوها لاعياد الميلاد، ممكن نستعملوها للضيوف ديالنا، ممكن نحطوها ايضا في كؤوس كحصص فرديه كتجي لذيذه بزاف. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، انا فضلت انني نخليها بحال هكا، ممكن نوضعوا عاوتاني الكريمه في لاصاكابوش ونعاودوا نقادوا بها من الفوق. على اي الفكره هي وصلتكم، نتوما غادي تزيدوا فيها الابداعات ديالكم الخاصه. كيف كنقول دائما، هنايا ملي كتقطعوا الحلوه وكتشوفوا بان يعني ما كتفرتت حتى شي طبقه، هذا دليل على ان الوصفه كانت ناجحه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم الجميله كيف موالفين دائما كيف جاتكم الوصفه، وحاولوا حضروها في البيوت ديالكم وردوا عليا واش صدقات معكم. بهذه الطريقه هذه كتشوفوا الحبيبات ديال الرمان كيجيو لداخل رائعين، كيشهيوا في الحقيقه لذاذ بزاف، والمنظر الصورة تعبر عن نفسها، المنظر جميل جدا. اللي بقى لي نقول لكم هو انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاعجاب ديالكم اذا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناه ديالي. كيف ما استفدتوا نتوما فيدوا ناس اخرين، يعني بارطاجيو الحلقه مع اكبر عدد ممكن ديال الناس عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، الواتساب، يعني باش هذه الفكره هذه توصل لبزاف ديال الناس ويجربوها في البيوت ديالهم، يفرحوا بها الوليدات ديالهم، ايضا تكون عندهم حاجه كتحمر الوجه للضيوف، خصوصا الا درناها في شكل فردي كتجي اروع وكتجي جميله بزاف. الى هنا كتنتهي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا. كنشكركم على المتابعه، شكرا لكم بزاف، الى حلقه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.